عبادات وطقوس خاصة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، ولا شأن الدين بقضايا الدنيا. الإمامة تريد أن تثبت هذا المبدأ، أن موضوع الدنيا خاضع لعلم الإمام، خاضع لعصمته، خاضع لهدايته. الإمام وظيفته إذن غير الولاية على الناس، ولاية لإيصالهم وهدايتهم إلى المطلوب. ما أدري الفكرة إذا توضحت. أحسنت شيخ. طبعا الشيخ تطرق للمواصفات الإمام والإمامة من كونها مجعولة من قبل الله تعالى، يعني ليس البشر اختيار الإمام، ومن كون الإمام معصوما، وأيضا الإمامة ديمومة الإمامة دائمة، وأن الإمام مؤيد من قبل الله تعالى، وأن أعمال العباد يشهدها الإمام، وأن علم الإمام أيضا له علم خاص واستحالة بالأفضل. من هذه المواصفات التي ذكرها سماحة الشيخ. وسوف نتطرق أيضا إلى العلاقة بين هذه المواصفات وبين الأدوار المنوطة بالإمام في محور آخر إن شاء الله. السؤال الآن والمحور الثاني الذي نناقشه حول ما يثار بين فينة وأخرى وبين حين وآخر من تساؤلات حول قضايا جزئية في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما يثار مثلا في هذه الليلة بموضوع الصلح، مثلا صلح الإمام الحسن وتناقش أسبابه ولماذا صالح وإلى آخر ذلك من التبريرات، وموضوع ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه وغير ذلك. فهذه القضايا الجزئية نناقشها دائما في إطار ضيق، ولا نناقشها في إطارها الكلي. فحبذا لو يتفضل سماحة الشيخ بتحديد الإطار الكلي، الإطار المحكم الذي يمكن أن نرجع إليه في متشابهات هذه الأمور. تفضل شيخ. قبل الحديث عن هذا الموضوع استمع الأخوة عذرا وآخذ من وقتهم 5 دقائق فقط من باب الأمانة التاريخية والعلمية التي يحتمها علينا قول الرسول صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس. أردت أن آتي بمثال لهذا اللبس من داخل الوسط الشيعي، مثال قد أثير حوله لغط في كثير من الأوساط، وباعتباري من واكب هذا المثال أحببت أن أشير إليه لأشير أنه نموذج واضح جدا لهذا اللبس الذي نتحدث عنه، أي خلط مفهومي الإمامة بالرئاسة. قبل أكثر من 10 سنوات، تحديدا سنة 88، ابتدأنا مشروعا فكريا، ولعلي للمرة الأولى أتحدث حول هذا المشروع علنا، مشروعا فكريا حول موضوع الحكم في الإسلام وموضوع ولاية الفقيه تحديدا. وابتدأنا البحث في هذا الموضوع مع شخص عرفه الكثير في هذه السنة المتأخرة باعتبار صدور كتابه وظهوره في كثير من القنوات الفضائية أو في بعض القنوات الفضائية. أعني به المدعو أحمد الكاتب. أحمد الكاتب من داخل هذه الطائفة بلا شك، يعني كان يوما ما إماميا لا ننكر ذلك، وكان مدرسا في الحوزة العلمية أيضا، ومن الشخصيات التي أسهمت كثيرا في إغناء التجربة الشيعية كتاباته القديمة، وإن كان قد هدم ما بناه. يعني كتابه 10 ناقص 1 يساوي 0 الذي أثبت فيه أن الواحد هو عنصر الإمامة في الإسلام، فإذا أنقصته من 10 صار الحاصل 0. كتاب جدلي أثار هذه النقطة حول موضوع الإمامة. وحين ابتدأنا البحث سويا سنة 88 حول موضوع الحكم في الإسلام، ابتدأناه حول موضوع الحكم والرئاسة، ثم افترقنا بعد سنة. هو ذهب إلى لندن ونحن هاجرنا إلى سوريا
بعد سنة من تاريخه، يعني من تاريخ هذه الهجرة والانفصال، جاءني خطاب منه في كتابه الذي انتشر أخيرا حول موضوع الإمامة والشورى، ورأيت كيف أن هذا الشخص انتقل في سنة واحدة من موضوع الحكم في الإسلام إلى موضوع الإمامة، ليجرد المذهب الشيعي من عنصره الأساسي وهو موضوع الإمامة، ليعلن في رسالته إلينا أنه الشيعي الوحيد على وجه الأرض. وطلب منا في كثير من الأحايين المناقشة، وكانت لنا صولات وجولات في نقاشات معه، لكنها مع الأسف ما أثمرت شيئا لهذا اللبس الذي نحن بصدده. لاحظوا كيف ابتدأنا بموضوع الحكم في الإسلام وولاية الفقيه، ثم انتقل هو خالطا بين مفهومي الإمامة والرئاسة ليتساءل ما موقع الشورى من موضوع الإمامة، ما موقع حرية الناس في اختيار الطريق الذي يريدونه، ما موقع العصمة، إلى غير ذلك من التساؤلات، فوجد أنها غير متلائمة مع مشروع الحكم في الإسلام، فنبذ موضوع العصمة ونبذ موضوع النص وذهب إلى الشورى. ولعل البعض شاهده في هذا العام في بعض القنوات الفضائية، أعلن هذا المبدأ ودعا الناس إليه. ومع الأسف الشديد يعني كثيرون ممن تشيعوا على يديه في الثمانينيات راسلهم ليردهم عن هذا التشيع، ولكنهم ولله الحمد جابروه وناقشوه حول هذه النظرية التي ذهب إليها، ولعل من أبرزهم صاحب كتاب ثم اهتديت. من المفارقة يعني الإنسان الذي كان يوما ما من أهل السنة والجماعة تجده يناقش عالما شيعيا يوما ما من أهل الإمامة في موضوع الإمامة، ليثبت له أن الإمامة حق وأنك منكرها. هذا من باب الأمانة التاريخية. فقط أردت أن أشير إلى مثال واضح لمن التبست عليه الأمور، يعني اختلط عنده مفهوم الرئاسة بمفهوم الإمامة، فرأى أن هذه الشرائط التي نذكرها نحن للإمام كمعصوم وإلى آخره لا تتناسب، لسنا بحاجة إلى معصوم يحكمنا. أما حول الموضوع الذي أثاره الأخ، وهو أيضا موضوع مهم، يعني أننا نحن في كثير من الأحايين نعالج القضايا الجزئية ونبحث لها عن تبريرات، بينما نحن مأمورون بأن نردها إلى الأصول الكلية. في القرآن الكريم آيات محكمات وأخر متشابهات. في الأحاديث النبوية والمعصومية بصورة عامة أيضا هناك أحاديث محكمة وأحاديث متشابهة. في الأحداث التاريخية أيضا هناك أحداث محكمة وأحداث متشابهة، ونحن مأمورون في هذه السلسلة بحلقاتها الثلاث، يعني في الآيات المتشابهة وفي الأحاديث المتشابهة وفي الأحداث المتشابهة، أن نردها إلى المحكم. فيه آيات محكمات وأخر متشابهات. الذين يتبعون المتشابهات هم أولئك الذين في قلوبهم مرض. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الحديث الشريف من رد المتشابه إلى المحكم نجا. مثال توضيحي فقط، تعلمون أن هناك كما كبيرا من الآيات القرآنية يتحدث عن الله جل وعلا ببعض التعابير التي يظهر منها التجسيم، كقول الله جل وعلا يد الله وجاء ربك إلى غير ذلك من الآيات تعتبر متشابهة. من هنا بناء على هذه الآيات ذهبت بعض الفرق الإسلامية إلى القول بالتجسيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حتى أن بعض علمائهم قال اعفوني عن اللحية وكذا واسألوني عن الباقي، يعني أنه أثبت لله كل شيء، بس قال اللحية لا تحجوا فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نحن مأمورون برد هذه الآيات إلى المحكم. قوله تعالى ليس كمثله شيء، آية محكمة، فإذا وجدت آية تشير إلى أن لله يدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا،